كلنا تفرجنا في الرسوم المتحركة ديال شخصية موكلي واللي كتعتبر من الرسوم المتحركة ديال الجيل الذهبي. واللي كانت من الانتاج ديال الشركه العالميه ديزني. ظهرت هذه الشخصيه ولأول مره سنه 1894 ضمن مجموعه قصص كتاب الادغال للكاتب البريطاني روديارد كابلينغ. وباختصار قصه فتى الادغال موكلي، وهو واحد الطفل رضيع اللي توضر في احدى غابات الهند بعد ما لقاتو واحد القبيله ديال الذئاب قاموا بالتربيه ديالو وعلموه لغه الحيوانات وكيفيه الصيد وطريقه العيش في الغابه، وغادي يعيش بزاف ديال المغامرات وبزاف ديال الاحداث مع القطيع ديالو. واليوم جبت لكم القصة الحقيقية ديال موكلي واللي على أساسها تبنات هاد الشخصية الكرتونية. واش بصح هاد الشخصية حقيقية؟ واش فعلا هاد الطفل كان عايش مع قطيع ديال الذئاب؟ بقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا الأحداث المشوقة ديال هاد القصة. في اواخر القرن 19 تكلم بزاف ديال المبشرين البريطانيين على انتشار واحد الفئه من الاطفال اللي كيقولوا لهم الاطفال المتوحشين في الهند، حيت كانوا هاد الاطفال كيعيشوا في الغابه عريانين وغاديين على واحد النمط حيواني. فالبعض منهم كان كياكل الحشرات والبعض منهم كياكل الضفادع، وحتى انهم كانوا كيهاجموا الحيوانات الاخرين. ولكن واحد الطفل من هاد الاطفال المتوحشين جذب انتباه السلطات البريطانيه بالهند، واعتمادا على معظم التقارير هاد الطفل اللي كانت سميتو دينا سانيشار كان عايش مع واحد القطيع ديال الذئاب. ولاحظ واحد العدد كبير ديال الصيادين سنة 1867 ان هاد الطفل المتوحش كان كيتسارى وسط الغابات مع واحد الديب صاحبه. وبعد ما فشلت جميع المحاولات ديال الصيادين باش يهزوا هذاك الطفل ويديوه للمدينة، في الاخر قتلوا الديب الصديق الوفي ديال دينا سانيشار. وفي ديك الفترة كان هاد الطفل المتوحش شاهد على جريمة قتل ديال الصديق المفضل ديالو. ومن بعد الحادث اللي خايب بزاف، الصيادين شدوا دينا سانيشار وداوه واحد دور اليتامى. تماك استقبلوه المبشرين المسيحيين، قاموا بالتعميد ديالو وعطاوه هذا الاسم الرسمي ديالو دينا سانيشار، اللي من بعد السلطات البريطانيه قيدته في السجلات ديالو. ورغم هذه المده الكبيره اللي بقى في دور اليتامى، دينا سانيشار ما قدر يتعلم لا الهضره لا الكتابه، وكان التواصل ديالو مع البشر عباره عن اصوات ديال الحيوانات. هذا الطفل المتوحش كان ديما كيرفض الماكله طيبه وما كان كيقدر ياكل غير اللحم الخضر، وملي كيسالي الماكله كان كيمضي سنانه بالعظام اللي كيشاد. دينا سانيشار عانى بزاف الفترة اللي كانوا كيعلموه فيها المشي، حيت في الفترة الأولى اللي دوزها مع الذئاب كان كيتمشى ديما على 4 ديال الأطراف، وهذا الشيء خلى المبشرين المسيحيين يلقاو صعوبة كبيرة باش يعلموه يتمشى على رجليه. خلال الفترة ديالو في دور اليتامى، دينا سانيشار ما قدر يدير حتى شي صديق من غير صديق مقرب واحد فقط، واللي تا هو كان من الأطفال المتوحشين. ولكن رغم أنه رفض الاندماج في المجتمع البشري، إلا أن الطفل المتوحش تعلم عادة إنسانية وحدة واللي دمرت ليه حياته، وهي التدخين. بعد ما ولا مدمن في فتره وجيزه. موكلي ديالنا دوز مده طويله اللي فاتت 10 سنين مع المجتمع البشري، الا انه ما قدرش يندمج مع المجتمع البشري وحافظ على نفس عادات الحياه ديالو مع الذئاب اللي تعلمها في الطفوله ديالو. ولكن للاسف في سنه 1895 مات الفتى المتوحش، واللي القصه ديالو تانسبيرا منها مؤلف قصص موكلي بعد صراع مع مرض السل، واللي كان العمر ديالو فوق 30 عام فاش مات. وبناء على بعض التقارير كيقولوا المؤرخين بأن الإصابة ديالو بمرض السل كانت بسبب الإدمان ديالو على السجائر. وهنا كنعرفوا القصة الحقيقية اللي خلات الشخصية ديال موكلي تخرج للوجود. وحسب رأي المؤرخين المعاصرين كيقولوا أن الكاتب البريطاني روديارد كابلينغ اللي دوز سنوات كثيرة في الهند استغل مأساة الطفل المتوحش، كان اللقب ديالو دينا سانيشار، كمصدر إلهام لابتكار شخصية موكلي. حتى لهنا كتسالي القصة ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. فإلا عندكم شي اقتراحات ديال شي قصص بغيتونا ندوزوهم خليهم ليا في كومونتير، وما تنساوش تدعموني بالاعجاب، الاشتراك، فعلوا الجرس، والسلام عليكم.